انت اشتريت عقار ثمنه 5 مليون جنيه وكنت مخطط تأجره عشان يجيب لك 50,000 جنيه في الشهر، اما المطور اتأخر عليك سنتين في التسليم، انت كده خسرت 1,200,000 كان المفروض يبقوا في جيبك، وطبعا لسه انت بتسدد الاقساط دي من دخلك الشهري، بدل ما العقار بيصرف على نفسه انت اللي بتصرف عليه. عشان كده تأخير التسليم ده من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل للمستثمر العقاري، بيخلص سيولتك ومش بيديلك عائد، وكمان بيضيع عليك الفرصة البديلة اللي كان ممكن تزود فلوسك. في الوقت الحالي السوق العقاري بيعمل فلترة، ده خبر حلو لأي حد كان خايف من السوق ده، عشان الحكومة بتعمل كيان موحد ينظم السوق، وهيعملوا تصنيف موحد للمطورين هيقسمهم لشرايح حسب قدراتهم المالية والفنية. يعني المطور اللي ما عندوش ميزانية حقيقية في البنك والمطور اللي مش هيعرف يغطي حجم المشروع اللي بيعلن عنه مش هنسمح له اصلا يطرحه للبيع، وده هيمنع التعثرات اللي في الاخر بتسيء لسمعة السوق كله. السوق بيتطور الحمد لله وقواعده بتتغير، فما تاخدش قرارات بناء على الماكت والتصميم الكويس، ما تبصش على سعر المتر ونسبة الخصم، الاهم من ده حجم المطور وقوته الحقيقية انه يسلمك. الاستثمار الصح بيبدأ لما بتختار شريكك ده لازم يبقى قادر يبني لك الاسد اللي انت متوقعه، مش هتستفيد حاجة من الخصم اللي انت خدته لو العقار اتأخر عليك سنتين.